السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في قناة خوكم رجاء فلسطين. اليوم غادي ندويو على ميركاتو الرجاء. شكون هما اللاعبين اللي حاليا غادروا النادي وشكون هما اللاعبين اللي غاديين يجيو من هنا لقدام في هذا الميركاتو الصيفي. اول حاجه غادي ندويو على هاي اللاعبين اللي مشاو. حاليا اللاعبين اللي عليهم الفريق هما كل من هلال الفردوسي ومعاد ضحاك وموسى كوناطي وبيسار حليمي وصابر بوغرين. هادو كلهم لاعبين مشاو من الرجاء، وكذلك عبد الكريم بعدي. هادو من الست لاعبين حاليا اللي تعلن عنهم في الصفحه الرسميه ديال النادي انهم مشاو. العدد قابل للزياده، يعني يقدروا يمشيو حتى ل 10 لاعبين، 12 لاعب اللي غادي تقدر تمشي من الفريق، ويقدروا يجيو من 10 حتى ل 11 لاعب. نادي الرجاء الرياضي في هذا الميركاتو الصيفي، يعني اللاعبين على قد اللاعبين اللي مشاو يقدروا يجيو على قد اللاعبين اللي غادي يجيو يعني. على اي نتمناو انه يكون انتدابات وازنه، ما يكونش فيهم يعني ديشي وداخلين في مصريه ولا غير ذلك. نتمناو الفريق يبقى واقف، يزيد وقف لقدام، لانه فريق حاليا عنده منافسه افريقيه هي الكونفدراليه او الوصبه، لانه كما سمع كل شيء ان الاتحاد المصري لكرة القدم قدم طلب للكاف بانه يزيد عدد مقاعد في الدول اعلى تصنيف في الكاف، باش يعني بحال دابا مصر يولوا في 3 الفرق في الوصبة الابطال و3 الفرق في الكونفدراليه، كذلك المغرب 3 الفرق في وصبة الابطال و3 فرق في الكونفدراليه. ولكن حاليا الكاف كتدرس، كاين كتخرج بعض الهضره بان فوز القجع رافض هاد القرار هذا، وكيقول انه يكون حتى الموسم المقبل. كذلك يعني الاتحاد المصري هو اول مدعم لهذا القرار، هو اللي خارج بالطالب هذا. حاليا الكاف قسم على جوج، نص مؤيد ونص معارض. حنا نتمنوا الخير. صراحه مكرهناش عصبة الابطال، حتى الترتيب ديالنا في الكاف نزل الرتبه 21. هذا ولا يعني لو غبرنا شويه يعني كنا نقدروا نلقاوش راسنا باقين في التصنيف، يعني مشكل كبير في الرجاء حاليا. يعني بعد السماسريه يعني العشوائيه في التسيير خلاتنا نوصلوا هذا الترتيب هذا. كذلك اللاعبين اللي غادي يجيو خاصهم يكونوا لاعبين محكمين، يعني بإيادة من الإدارة الرياضية، ما يكونوش داخلين في مصرية. ونتمنوا خير النادي ديالنا. نتمنوا يكون خير، نتمنوا